اوعي تاني في الزبالة ترميه، قشر البرتقان ده طلع كنز يا جماعة وكان عننا غايب. يلا هاتي 3 كوبايات من المية وتعالي انا هحللك اكبر مشكلة بتقابلك. هنجيب بقى المية بتاعتنا ونولع عليها لحد ما تغلي، وبعد كده ننزل بقشر البرتقان بتاعنا. بس الاول بنكون غاسلين البرتقان كويس جدا جدا علشان ما يكونش فيه اي جراثيم، وبعد كده بنسيبه ينشف، وبعد كده بننزل بالميه بتاعتنا دول 3 كوبايات كبار، وبعد كده بنسيب القشر دوت لحد ما يغلي لمده 5 دقايق لحد ما لون الميه معانا يفتح. عايزه اقولك انه الوصفه دي بجد تحفه، الناس الكبار دول ما بيقولوش اي حاجه وخلاص. جبت بقى ايه بعد كده الكوبايه بقى بتاعتي، وخدت بقى كوبايه منها. هتقولي لي بيعمل ايه؟ هقولك بيظبط كوليسترول الدم، كمان بينقي الجسم من السموم، وكمان بيساعد على الحرق، وكمان بيقوي جهاز المناعه، لان القشره بتاعه البرتقان كلها زيوت مهمه جدا جدا